اساعدك يا بابا؟ لا متشكر. يا طنط مش معقول كده، بكره يرجع بالسلامه. بكره؟ يا طنط مدحت حالته مش خطيره، ما تعيطيش. ده انا بعيط على حاجات كتير. دي إصابة عمل، لازم تعاملوه على هذا الأساس. لا دي مش إصابة عمل. إصابة عمل زيه زي العامل لو عورته الآلة اللي بيشتغل عليها. ازاي بس يا سميح؟ العامل بيتعامل مع الآلة وإحنا بنتعامل مع الجمهور، كل تعامل له أخطار. أحيانا التعامل مع الناس بيبقى أخطر بكتير من التعامل مع السلاح. انت مديه الموضوع حجم اكبر من حجمه. الإنسان أعصاب ومخ وعقل وتفكير، ممكن يستغنى عن جزء من جسمه ويبقى إنسان، وإنسان عظيم كمان. طه حسين كان فائد البصر، بيتهوفن كان فائد السمع، هيلين كيلر كانت لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. حتى القلب اللي بيعيش بيه الإنسان لو تعب بيستبدلوه بقلب تاني ويفضل الإنسان إنسان. للدرجة دي متحمسة الموضوع مدحت؟ أنا متحمسة الموضوع إنسان. متشكر قوي قوي يا فندم. مع السلامة. هتروح معانا يا يسري؟ والله يا حسني أنا بفكر إني أروح. أنا لو منك أروح، فرصة. إيه فرصتها دي؟ يعني لو في يوم من الأيام بقيت مخرج دراما هتستفيد من التجربة لو صادفك مشهد من النوع ده. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ هتتفلسف حضرتك؟ أنا بفكر أروح أزور مدحت أبو الفدا بصفتي صديق. الصديق لو لقى صديقه في محنة بيتصرف قبل ما بيفكر. لسه قصادك كتير يا منيرة؟ يعني هتروحي معانا ولا لا؟ انا عايزه اروح، بس اعمل ايه في الشغل المدلتل ده كله؟ هو ده الشغل المتلتل؟ بصراحه كده انا عين في الجنه وعين في النار، عايزه اروح وفي نفس الوقت خايفه من المكان اللي هنروحه. خلاص ما تروحيش. ما انا كمان خايفه لا سميحه تزعل، عايزه تلم العالم كله وتروح تزوره. انا جاهزه، خلصتي شغلك يا دولت؟ سيادتك هنا لوحدك في الأوضة؟ لا. مين معاك؟ حضرتك. أيوة صحيح، أنا معاك في الأوضة، بس قبل كده كنت قاعد لوحدك؟ لا برضه، الدكتور كان قاعد معايا. أيوة صحيح، ما هو بعد ما خرج من عندي جه عندك، بس انت عايز تقعد لوحدك. ايوه لو سمحت.
انا مش عايز اقعد لوحدي، انا بخاف. الجنينة فيها 50 واحد، روح اقعد معاهم. المصيبة ان الجنينة فيها شجر، والشجر مليان غربان، بخاف منهم. اول ما بيشوفوني بيحطوا مناخيرهم في ودني ويقعدوا يصرخوا يصرخوا يصرخوا، ما بيسكتوش ابدا. انا عايز ابعت جواب. ابعت. معاك ورقة بوسطة؟ اكيد معاك. انا هندهلك التمرجي. ابوس ايدك ابوس ايدك، ما تندهلوش. اصلا انا مش عايز حد يعرف ان انا هبعت جواب، اصله خطير خطير قوي. انت نسيت تكتب الكلام. اخاف اكتبه. اهو انا بقى دلوقتي اقدر ابعته. والعنوان نسيت كمان تكتب العنوان. ايوه. تسمح تتفضل بره الاوضه دلوقتي؟ انا عايز اقعد معاك، انا عايز اقعد معاك. عارف لو ما خرجتش على اوضتك هقول لهم على الكلام الخطير اللي انت كاتبه في الجواب. فاهم؟ وبعدين اهدى يا استاذ مدحت، في زياره عشانك. خرجوه من هنا، خرجوه. انا عارف مين اللي بعته، هو برجاني مفيش غيره. بعت لي جواسيس، بعت لي واحد ينكش في اعصابي. عايز مني ايه تاني؟ واخرب بيتك يا برجاني. اتفضل معايا، هو ما يقصدكش. انا عارف الحاجات دي، ربنا يلطف. اتفضل. أنا جيت لك يا مدحت، جيت لك يا حبيبي، كل شيء هيبقى أحسن. اوعى تزعل نفسك أو تشيل هم، أنا معاك وزملائك كلهم جولك. ازيك دلوقتي يا مدحت؟ معاك سيجاره؟ انا جبت لك معايا خرطوشة سجاير بحالها. يا ريت لي أصحاب بيحبوني كده. استنى يا حسن، الدكتور سمح لك إنك تدخن؟ التدخين مسؤولية كل مدخن. لسه في مخك الاعلانات يا مدحت؟ لسه دمه شربات. ايه حكاية لسه دي؟ ده انت زي الفل، بعد الشر عليك يا استاذ مدحت. على فين يا سامية؟ هسأل الدكتور. دولة، ما بتكلمنيش ليه؟ انت زعلانة مني؟ هو في حد يزعل منك يا استاذ مدحت؟ يعني ايه؟ ان انا مجنون بتاخدوني على قد عقلي؟ خرجيني من هنا يا مكاري، مش عايز استنى. رايح فين يا مدحت؟ مدحت انا ما قصدتش. استنى بس يا مدحت. مدحت، هو اللي بيحب حد بيزعل منه؟ لا أبدا. احنا كلنا بنحبك يا مدحت، عشان كده ما بنزعلش منك. يا ريتني ما نطقت، يا ريت.
انتوا بتهدوني بكلمتين عشان افضل مرمي هنا؟ لا، احنا مش بنهديك، هي دي الحقيقة. ده مش بتحبني؟ طبعا بتحبني. معقول تزعل مني؟ طبعا مش معقول. الدكتور جاي حالا. بيتهيألي يلا بينا احنا يا جماعة. المرة الجاية لما اجي هجيب لك معايا كتب علشان تبقى تقرا فيها. مش عايز حاجة تانية منها. مش عايز أي حاجة. عايزكم تيجوا تزوروني دايما لغاية ما اخرج. إذا كنت هخرج. أنا يا حبيبي كل يوم هكون معاك، ولو يرضوا يحطوا لي سرير أفضل جنبك على طول. يونس بيه، مش معقول. أساعدك يا بابا؟ لا، متشكرة. يا طنط مش معقول كده. بكرة يرجع بالسلامة. بكرة؟ يا طنط مدحت حالته مش خطيرة، ما تعيطيش. ده أنا بعيط على حاجات كتير. دي إصابة عمل، لازم تعاملوه على هذا الأساس. لا، دي مش إصابة عمل. إصابة عمل زيه زي العامل لو عورته الآلة اللي بيشتغل عليها. ازاي بس يا سميح؟ العامل بيتعامل مع الآلة وإحنا بنتعامل مع الجمهور. كل تعامل وله أخطار. أحيانا التعامل مع الناس بيبقى أخطر بكتير من التعامل مع السلاح. انت مديه الموضوع حجم أكبر من حجمه. الإنسان أعصاب ومخ وعقل وتفكير. ممكن يستغنى عن جزء من جسمه ويبقى إنسان، وإنسان عظيم كمان. طه حسين كان فائد البصر، بيتهوفن كان فائد السمع، هيلين كيلر كانت لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. حتى القلب اللي بيعيش بيه الإنسان لو تعب بيستبدلوه بقلب تاني، ويفضل الإنسان إنسان. للدرجة دي متحمسة لموضوع مدحت؟ أنا متحمسة لموضوع إنسان. متشكر قوي قوي يا فندم. مع السلامة. هتروح معانا يا يسري؟ والله يا حسني أنا بفكر إني أروح. أنا لو منك أروح، فرصة. إيه فرصتها دي؟
يعني لو في يوم من الايام بقيت مخرج دراما هتستفيد من التجربه لو صادفك مشهد من النوع ده. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هتتفلسف حضرتك؟ انا بفكر اروح ازور مدحت ابو الفدا بصفتي صديق. الصديق لو لقى صديقه في محنه بيتصرف قبل ما بيفكر. لسه قصادك كتير يا منيرة؟ يعني هتروحي معانا ولا لا؟ انا عايزه اروح، بس اعمل ايه في الشغل المدلتل ده كله؟ هو ده الشغل المتلتل؟ بصراحه كده انا عين في الجنه وعين في النار. عايزه اروح وفي نفس الوقت خايفه من المكان اللي هنروحه. خلاص ما تروحيش. ما انا كمان خايفه لا سميحه تزعل. عايزه تلم العالم كله وتروح تزوره. انا جاهزه. خلصتي شغلك يا دولت؟ سيادتك هنا لوحدك في الأوضة؟ لا. مين معاك؟ حضرتك. أيوة صحيح، أنا معاك في الأوضة، بس قبل كده كنت قاعد لوحدك؟ لا برضه، الدكتور كان قاعد معايا. أيوة صحيح، ما هو بعد ما خرج من عندي جه عندك، بس انت عايز تقعد لوحدك؟ ايوه لو سمحت. انا مش عايز اقعد لوحدي، انا بخاف. الجنينة فيها 50 واحد، روح اقعد معاهم. المصيبة ان الجنينة فيها شجر، والشجر مليان غربان، بخاف منهم. اول ما بيشوفوني بيحطوا مناخيرهم في ودني ويقعدوا يصرخوا يصرخوا يصرخوا، ما بيسكتوش ابدا. انا عايز ابعت جواب. ابعت. معاك ورقة بوسطة؟ اكيد معاك. انا هندهلك التمرجي. ابوس ايدك ابوس ايدك، ما تندهلوش. اصل انا مش عايز حد يعرف ان انا هبعت جواب، اصله خطير خطير قوي. انت نسيت تكتب الكلام. اخاف اكتبه. اهو اللي بقى دلوقتي اقدر ابعته. والعنوان نسيت كمان تكتب العنوان. ايوه. تسمح تتفضل بره الأوضة دلوقتي؟ انا عايز اقعد معاك، انا عايز اقعد معاك. عارف لو ما خرجتش على اوضتك هقول لهم على الكلام الخطير اللي انت كاتبه في الجواب. تاني. وبعدين اهدى يا استاذ مدحت، في زياره عشانك. خرجوه من هنا، خرجوه. انا عارف مين اللي بعته. هو البرجاني مفيش غيره. بعت لي جواسيس، بعت لي واحد ينكش في اعصابي. عايز مني ايه تاني؟ الله يخرب بيتك يا برجاني. اتفضل معايا، هو ما يقصدكش. انا عارف الحاجات دي، ربنا يلطف. اتفضل.
أنا جيت لك يا مدحت، جيت لك يا حبيبي، كل شيء هيبقى أحسن. اوعى تزعل نفسك أو تشيل هم، أنا معاك وزملائك كلهم جولك. ازيك دلوقتي يا مدحت؟ معاك سيجارة؟ انا جبت لك معايا خرطوشة سجاير بحالها. يا ريت لي أصحاب بيحبوني كده. استنى يا حسن، الدكتور سمح لك انك تدخن؟ التدخين مسؤولية كل مدخن. لسه في مخك الاعلانات يا مدحت؟ لسه دمه شربات. ايه حكاية لسه دي؟ ده انت زي الفل. بعد الشر عليك يا استاذ مدحت. على فين يا سامية؟ هسأل الدكتور. دولة، ما بتكلمنيش ليه؟ انت زعلانة مني؟ هو في حد يزعل منك يا استاذ مدحت؟ يعني ايه؟ ان انا مجنون بتاخدوني على قد عقلي؟ خرجيني من هنا يا مكاري، مش عايز استنى. رايح فين يا مدحت؟ مدحت انا ما قصدتش. استنى بس يا مدحت. مدحت، هو اللي بيحب حد بيزعل منه؟ لا أبدا. احنا كلنا بنحبك يا مدحت، عشان كده ما بنزعلش منك. يا ريتني ما نطقت، يا ريت. انتوا بتهدوني بكلمتين عشان افضل مرمي هنا؟ لا احنا مش بنهديك، هي دي الحقيقة. ده مش بتحبني؟ طبعا بتحبني. معقول تزعل مني؟ طبعا مش معقول. الدكتور جاي حالا. بيتهيألي يلا بينا احنا يا جماعة. المرة الجاية لما اجي هجيب لك معايا كتب علشان تبقى تقرا فيها. مش عايز حاجة تانية يا مدحت. مش عايز أي حاجة. عايزكم تيجوا تزوروني دايما لغاية ما اخرج. إذا كنت هخرج. أنا يا حبيبي كل يوم هكون معاك، ولو يرضوا يحطوا لي سرير أفضل جنبك على طول. يونس بيه، مش معقول.